عمرك سألت نفسك قبل كده ليه دايما بنحب نبدأ في الأوقات المميزة؟ يعني مثلا ليه واحد زي حضرتك كده بيسمع حاليا شورتس وريلز عشان هو مقرر ان هو هيذاكر الساعة 9 بالدقيقة بالظبط مع انه ممكن يذاكر دلوقتي؟ ليه واحد تاني يبدأ الدايت يوم السبت بالظبط اول يوم في الاسبوع مع ان هو ممكن يبدأ في نصه برضه عادي؟ ليه الفيديو اللي انت اصلا بتتفرج عليه دلوقتي ده انا سبت كل ايام السنة وقررت ان انزله اول يوم رمضان؟ طبعا الفيديو نزل 3 يوم رمضان بس اعمل نفسك مش واخد بالك عشان الحكمة تكمل. من الاخر احنا ليه بنسوف؟ موضوع التسويف ده ممكن يكون ليه سببين. اول سبب عشان انت بتضحك على نفسك وتقول كده لنفسك عشان انت مكسل تبدا، والساعه 9 هتبقى الساعه 10 هتبقى الساعه 11 وبعدها هتنام ومش هتعمل حاجه والوقت هيفضل يعدي وانت برضه ما بتعملش حاجه. والسبب الثاني ان احنا كبشر بنحب نبدا دايما على نظافه، بمعنى ان الساعه دلوقتي 8:30 فانت بتقول لنفسك لا انا بوظت الدنيا بقى خالص بقى، خلينا نستنى لحد الساعه 9 عشان نبدا بقى على روقان كده والدنيا تبقى زي الفل. وطبعا في اسباب ثانيه زي الحاله المزاجيه وغيرها طبعا من الاسباب. طب دلوقتي بقى ايه الحل؟ الحل هو انك تبدا تطلع الفكره دي خالص من دماغك، اللي هو فكره اللي انا لازم ابدا بالظبط وابدا في الساعه الفلانيه او في الوقت الفلاني. طب ازاي برضه وانا ببقى عايز ابدا وبفضل قاعد زي ما انا برضه في مكاني؟ بمنتهى البساطه حاول تبسط الحاجه دي على نفسك. يعني بدل ما تقول لنفسك انك داخل تذاكر شابتر فيزياء كامل او شابتر في اي ماده كامل، قول لنفسك لا انا هذاكر حاجه بسيطه في الاول وبعد كده هشوف ايه الدنيا. هتلاقي نفسك بمجرد ما انت بدات تذاكر اصلا انت كملت ودوست. حاول برضه تخلي المكان اللي حواليك يساعدك انك تبدا اساسا. يعني ما تبقاش قاعد على السرير وجنبك اطباق اكل على كتب على هدوم والمكتب هو كمان على بعضه والاوضه متشقلبه على بعضها، هتبص على المنظر وهتكسل انك تقوم تعمل حاجه وهتفضل قاعد اصلا. فيعني من الاخر حاول تخلي المكان اللي حواليك محفز ليك. وبس كده، ده كان فيديو بسيط كده كرجوع للقناه، وهو في الحقيقه رساله ليا قبل ما يكون رساله اصلا ليكم. ان انا يعني مش عايز اقول لكم والله انا عايز ارجع للقناه دي بقالي قد ايه، بس يعني خلاص ما علينا. فيعني لو الفيديو ده عجبك يا ريت تعمل لايك للفيديو ده وتاخد لك لفه كده في باقي فيديوهات القناه ان شاء الله هي كمان تعجبك.